في لقاء حصري مع دكتور إيهاب رمزي في مؤتمر أقباط المهجر. كان سؤالي لحضرتك يا دكتور، أنت كنت موجود معانا في كل يوم من أول يوم في اعتصام ماسبيرو لحد النهارده. المؤتمر وفي الجزء الأولاني ليه والمداخلات اللي تمت، هل في فعلا تفعيل لحل المشكلة الاعتصام أمام ماسبيرو؟ أنا شايف إنه المشكلة مش تتحل بمؤتمر ولا تتحل بتجمع ولا تتحل بتجميع آراء وأفكار تساندك، لا. إحنا دلوقتي لازم يكون في تفعيل لحل المشاكل في الشارع. إحنا دايما مشكلتنا في بلادنا وتيجي تحل مشكلة ما بتلجأش غير يا إما الإعلام يا إما الأمن. تستخدم الأدوات لحل المشكلة، يا الإعلام يا الأمن. أنا رافض هذا الحل بالطريقة دي، لأنه عمرنا ما نوصل لحل في هذا. احنا عاوزين دلوقتي تفعيل، مش عاوزين كلام، مش عاوزين شعارات، مش عاوزين مؤتمرات، مش عاوزين تجمعات، مش عاوزين كلمات منمقة، مش عاوزين تسمحات. لا لا، دلوقتي عندنا مشاكل تنتظر حل فعلي على أرض الواقع. عندنا ناس محبوسة، عندنا كنائس مغلقة، عندنا حقوق تهدر، عندنا انتهاكات. كل هذه الأمور محتاجة تفعيل. محتاجين قوانين غائبة عن مجتمعنا، محتاجين قوانين ضد التمييز تنظم العلاقات، محتاجين قوانين تسمح بالانتقال من الإسلام للمسيحية ومن المسيحية للإسلام بإجراءات وتنظيم. كل هذه الأمور بتؤجج المشاكل وتؤجج الاحتقان. كل هذه الأمور محتاجين الاعتراف من الآخر بحقوقك، اعتراف بأنك شريك. كل هذا الأمر لا يمكن تفعيله من خلال مؤتمر. فأنا لست مع المؤتمرات ولست مع الشعارات ولست مع التعانق، لكن أنا اللي هي مشاكل لازم تحل. اللي يقولوا لي كده سكادول موجود، برنامج موجود، تفعيل، هنعمل كذا أول خطوة ومدتها كذا، هنعمل تاني خطوة كذا، ثالث خطوة كذا. هذا الأمر ما بنشوفوش، مش شايفينه لسه. تمام. طيب بما ان حضرتك رجل قانون، بيان المصدر من رئاسة مجلس الوزراء وكان فيه 7 بنود، البعض اعتقد ان هي بتغطي كل مطالب الاقباط. رد فعل حضرتك على هذا البيان ورد فعل برضو الاقباط المعتصمين وانت واحد من ضمنهم امام ماسبيرو على هذا البيان؟ اولا البيان ده اول خطوه لتحقيق المطالب، لكن هي خطوه غير مكتمله، لان البيان بيقول ان هو هيعيد المحاكمه او لا، لكن ما افرجش، لسه ما افرجش. هنا اعاده المحاكمه ده اول مطلب من ضمن مطالبنا، انه الافراج عن ابنائنا المعتقلين في ماسبيرو من الفتره اللي فاتت. الافراج عن ابنائنا المعتقلين دول ده اول مطلب. هي هناك استجابه من الحاكم العسكري، من المجلس العسكري. الاستجابه دي عن انه هيبتدي يعيد النظر في محاكمته. هذا امل جديد، لكنه لم ينفذ في مساله الافراج، لان اولادنا ظلموا، اخذوا على ظلم، اخذوا بدون ذنب بدون سبب. فاحنا منتظرين ولادنا افراج عن ولادنا، لكن هي خطوه لا شك انها استجابه سريعه، لانه كانت المطالب ولغت بالامس على ايد ابونا امتياز اثناء انعقاده مع اجتماعه مع المجلس العسكري. فهي بدايه، لكن يا رب تتمم وتنتهي وباقي المطالب تتمم. طيب متى ينفض اعتصام الاقباط امام ماسبيرو؟ هو في مطالب عاجله جدا. هذه المطالب العاجله مهمه جدا، دي سهل تيسيرها في ايام قليله جدا، ودي لو اتنفذت هنبتدي انه فعلا دول فعلا على بدايه حل لازمه. من غير هذا التفعيل احنا مش يبقى هنظل مكاننا. من ضمن اولادنا المعتقلين المحاكمات في ابو قاص وفي كل القضايا المحاكم مدنيه، القبض على الجناه في صول، القبض على الجناه في المقطم، وقبلها اسكندريه. وقبلها اسكندريه ما زال جاي فيها تحقيق. اسكندريه اللي فيها سر غموض، مش بنتكلم على الجناه المعلومين. عندنا جناه معلومين موجودين في قضايا التحقيقات الجاريه الان، لكن في ناس حادث اسكندريه ما زال سر غامض، ما نقدرش نطالب بيه دلوقتي، ما نقدرش نطالب بيه كقبض على الجناه، لان الجناه مش معلومين. لكن انا عندي جناه معلومين ومسجلين بصوت وصوره
موجودين ولم يقبل عليهم. فأنا بطلب التحقيق في هذه الأمور، القبض على الجناه والمحرضين، وأهم حاجة والمحرضين. أعتقد إنه هذا الأمر مهم جدا. إذا تم فعلا القبض عليهم وتقديمهم لجهات التحقيق، أعتقد إن نبتدي نثق إن إحنا على بداية طريق الحل. فأمين، إحنا دلوقتي هي دي أهم المطالب العاجلة ممكن تحقق، وننتظر لحين استكمال باقي المطالب. بنشكر الدكتور إيهاب رمزي على مداخلته معانا، وبنشكره على تواجده معانا من أول يوم ولحد إن شاء الله ما تتحقق المطالب القبطية أمام اعتصام ماسبيرو. وبنشكر كل الناس اللي تواجدوا معانا في الفترة اللي فاتت دي، وبندعو كل الناس إن هم يشاركونا كمصريين قبل ما يكونوا أقباط أو مسلمين في اعتصام ماسبيرو لتحقيق مطالب مصرية مشروعة. شكرا يا دكتور.